السلام عليكم خاوتي، صباح الخير. هل إقامة اللجوء في البرازيل نقدر نسافر بها لبلدي الأصلي ولا لا؟ قبل ما نبداو ماذا بكم لايك اشتراك. شكرا لكم على الدعم. راكم درتوا استجابة، شكرا كثيرا على الدعم. نبداو على بركة الله. بون، كثير من الإخوة يلحوا على هذا السؤال، يسقسوا اسكو الإقامة تاع اللجوء تقدر تسافر بها والله لا. شوف خويا، إقامة اللجوء في البرازيل نحكيو عليها وش هي في الأول، ومن بعد نفهموكم فيها وش هي. دونك الإنسان كي يجي للبرازيل ويحب يدير لجوء، يعني مش حاب يتزوج ويدير كوارت، ومش حاب يجيب ولاد ويدير كوارت، يبقى الخيار تاع اللجوء الإنساني. كما توعنا تاع شمال افريقيا يحبوا يديروا اللجوء الانساني، والناس اللي عندهم حرب راهم يديروا اللجوء تاع الانساني ثاني تاع الحرب هكا. صوف الفرق بيننا احنا وبين الناس اللي عندهم حرب هما اللي هم الاولويه. بون، نحكيو على تاع شمال افريقيا كي يقدموا اللجوء، يقدموا لجوء انساني على اساس انه ما على باليش نقصتو كاش حاجه ولا يجروا من وراه، ولا المهم يعطيوه بروتوكول، يعني يعطيوه بروتوكول لمده عام وكانه ريسيبيسي. البروتوكول هذاك الان بدلوه انكارت، حطوه في انكارت وكتبوا فيها ممنوع السفر، ما تقدرش تسافر. بون، كاينين الناس يقعدوا اللي في بلادهم الحرب ما يطولوش ويجاوبوا عليهم، كما ناس نعرفهم انايا ما يطولوش وجاوبوا عليهم، يعني واحد العام هكذاك جاوبوا عليهم وعطاوهم الإقامة الدائمة اللي هي الكارت الثاني اللي تقدر تسافر به. من بعد نحكيو تقدر تسافر بها ولا لا. الإقامة الدائمة اللي جبتها باللجوء، قلنا خاوتي الإقامة هذيك الأولى راه ما تقدرش تسافر بها خلاص نهائيا حتى يشوفوا الأمر تاعك. قلنا كاين اللي يطولوا عليهم وكاين اللي ما يطولوش. كل اللي يطولوا عليهم هما الناس اللي ما عندهمش حرب في بلادهم. كاينين الناس حكيت معاهم هنا في البرازيل قاعدين 4 سنين و5 سنين وهما بهذاك الكارت هذيك ممنوع تسافر بها، وهي لمده عام برك، كل عام وتجددها حتى يشوفوا له في القضيه تاعو. كاين اللي قعد 4 سنين وعطاوه الاقامه الدائمه، وكاين اللي قعد 5 سنين وعطاوه الاقامه الدائمه. هذا بالنسبه للناس لا تاع شمال افريقيا اللي ما عندهمش الحرب. بون، نروحوا للناس اللي مثلا انا حكى معايا السيد قال لي عندي 4 سنين، عيطوا لي قالوا لي رانا نظرنا في الامر تاعك ومنا عاودوا حقوا معاه على المعلومات وعلى الاخر منين جاي وعلاه وكيفاه. ومن بعد قالوا له ارواح راح ليهم البوليس الفيدرالي طبعا هنا في البرازيل، عطاو له الاقامه الدائمه هكذا، عطاو له الاقامه الدائمه. وكاينين هذاك اللي قلت لك حكيت معاه عام عطاو له الاقامه الدائمه لانه بلاده في حرب هكذا، عطاو له اقامه دائمه لانه بلاده في حرب. وجينيرالمون هذه الاقامه الدائمه تكون فيها 9 سنين، بصح هي مدى الحياه، يعني كل 9 سنين برك يبدلها، مش 9 سنين وخلاص الاقامه تاعو، يعني هي مدى الحياه. الاقامه الدائمه واش هي تتجدد كل 9 سنوات خوتي. بون، هيا درك نروحوا للإقامة الدائمة الثانية اللي عطاوها له الثانية. المهم الإقامة الدائمة قال لك دركا اسكو تقدر تسافر بها ولا ما تقدرش. الإقامة الدائمة هذه اللي مدوها لهم عن طريق اللجوء تقدر تسافر بها لأي بلد من البلدان، بصح حاجة واحدة برك اللي هي مهمة، ما تقدرش تسافر بها لبلادك. يعني راك في ريسك كبير كون تعاود تولي بها لبلادك، هي إقامة دائمة ولكن تولي بها لبلادك كي تعاود ترجع للبرازيل يلغيوها لك مباشرة. ما تجيش تقولوا لي في التعليقات انا وعندي والاخر ومنا وخرجت بها وما داروا لي والو. خلينا من الحالات الشاذة، حنا نهضروا على القانون. قانونيا واش كاين هنا في الدستور خويا العزيز؟ تسافر بالإقامة الدائمة اللي جبتها عن طريق اللجوء، ما تقدرش تسافر بها خويا العزيز لبلادك للأسف. ولكن كاين شرط، لما تحب تسافر بها لبلادك هكذا تروح للبوليس الفيدرالي تطلب منهم الأذن، قال أنا راني مسافر
النهار الفلاني ونرجع النهار الفلاني، وتعطيهم سبب مقنع انه واحد مريض، ولا تعطيهم الكوارط باللي واحد مريض ولا حاجه طارئ لازمك تروح لبلادك. بعد ما يوافقوا لك البوليس الفيدرالي انك تسافر بها لبلادك، تقدر تسافر بها لبلادك عادي في بلادي. فهمتوني خاوتي؟ كي تسافر بها لبلادك وتعاود ترجع ما يقدروش يلغيوها لك، لانه عندك قبول السفر من عند البوليس الفيدرالي. كاينه مشكله ثانيه، هاي نقولوها سيدي، نقولوها سافرت بالاقامه الدائمه عن اللي عطاوها لك عن طريق اللجوء، سافرت بها بلا ما تدي الامر من عند البوليس الفيدرالي، وصلت لبلادك عاود رجعت للبرازيل، نقولوها ما لغاوها لكش. هما لغاوها لك بصح هي عندهم في السيستم، نهار تجي تقدم على الجنسيه، راك فاهم؟ نهار تجي تقدم على الجنسيه دير لك مشكل كبير ماشي صغير. يقول لك اسمع السي محمد نروح انت راح تقدم الجنسيه، تقول لهم ايه، يقول لك اخويا كان ديجاك عندك مشكل، ديجاك عندك مشكل خرجت وما قلت لناش. الانسان لازم يتجنب انه يديولو الاقامه تاعو. نصيحه من القلب، يعني من القلب ولله في سبيل الله الخاوتنا اللي هنايا ولا اللي رايحين ولا اللي جاو جدد وداروا لجوء، باش يحافظوا على الاقامه الدائمه تاعهم. هكذا يحافظوا على الاقامه الدائمه تاعهم وما ريسكيوش بها. نهار تجي رايح خويا روح قول لهم، ويظهر لي باللي رايحين يخليوك تروح نورمال، ما يهضروا ما يقولوا ما والو، ما يديروا لك حتى مشكل. هكذا خويا باش تكون مأمن، باش تكون مأمن وما يصراو لك حتى مشاكل هكذا، وما توليش نادم. تسمى الندامه راها هي الاخرى، ما الندامه راها هي الاخرى، تجي هي الاخرى وما تنفعكش في الاخر الندامه. ليكيب هذا هو الموضوع تاع اليوم، ان شاء الله تستفادوا منه كاع، وان شاء الله كيما نقولوها تبارطاجيوه لاصحابكم اللي يهمهم هذا الامر باش من بعد ما يحصلوش، وديروا لنا لايك واشتراك، وجمعه مباركه وتهلاو في رواحكم. سلام.